السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيان عقيدة المسلم. سؤال: ما هي عقيدتك؟ جواب: عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة. سؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟ جواب: من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سؤال: من أين تأخذ عقيدتك؟ جواب: من القرآن والسنة الصحيحة. سؤال: وبماذا تفسرهما؟ جواب: بفهم السلف الصالح. سؤال: من هم سلف الصالح؟ جواب: هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من كان بعدهم وسار على منهاجهم، فإنه مثلهم على طريقة السلف، وإن كان متأخرا عنهم في الزمن، فكل من سار على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا. في معرفة عبد دينه. سؤال: ما دينك؟ جواب: ديني الإسلام. سؤال: ما هو الإسلام؟ جواب: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. سؤال: هل يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام؟ جواب: لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام. سؤال: كم مراتب الدين؟ جواب: مراتب الدين ثلاثة، وهي مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. في الإيمان والإحسان. سؤال: ما هو الإيمان؟ جواب: هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح. سؤال: ما أساس الإسلام؟ جواب: أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سؤال: ما هو الإحسان؟ جواب: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في بيان عقيدة المسلم. عقيدة مسلمة إبسو كيس كايا ماذا. سؤال: ما هي عقيدتك؟ جواب: عقيدة تيماري. جواب: عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة. ديبي عقيدة ورا السنة والجماعة. سؤال: جواب: من كان على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جواب: ديبي سأنا متى وان إرجما ربي رتي في إرسال رتاني رتنا متى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.